بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام، فتحية الإسلام السلام، فأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية معكم العبد الضعيف لربه عز وجل، الأخ عامر صواش من ولاية المسيلة، قارئ ومقدم برنامج تلفزيوني في قناة الجزائر وكذلك قناة البلاد في تلاوات قرآنية والحمد لله، ومجاز برواية ورش عن الإمام نافع من طريق الأزرق، والحمد لله كان لي شرف حفظ كتاب الله عز وجل في هذه الزاوية العامرة بحفظة كتاب الله عز وجل، وهي زاوية الهامل القاسمية التي تقع في مدينة بوسعادة، حيث يتوافدون الطلبة من كل جهة، من الشرق إلى الغرب إلى الجنوب إلى الشمال، لكي يتعلمون القرآن الكريم وكذلك علم القراءة وأحكام التجويد، وهذا مما يزيدهم شرفا واعتزازا وقوة في المستقبل، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أي شرف وأي حلم أن الإنسان والقارئ يحفظ كتاب الله عز وجل ويلبس والديه يوم القيامة تاج، وهذا التاج يسمى بتاج الوقار. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وكما تعلمون أن الزاوية الهامل القاسمية يأتون الناس من كل جهة، فهذا مما يزيدهم شرفا وتقديرا، لأن يا إخوة الإيمان الذي يحفظ القرآن والذي يتعلم أحكام التجويد، يتعلم مخارج الحروف ويتعلم الصفات والتلقين بالمخارج، فهذه هي أساسيات أحكام التجويد وأحكام القراءة الصحيحة. فنتمنى إن شاء الله من المولى العلي القدير أن يوفق الجميع لحفظ كتاب الله عز وجل، وذلك ما على الله نتمناه وذلك ما على الله نرجوه، وإن شاء الله تكون هذه الزاوية العامرة بحفظة كتاب الله عز وجل دائما في المراتب العليا بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.